أخيرًا كنقدروا نقولوا بأن ملف الصحراء المغربية انتهى. علاش؟ ماشي فقط بمبادرة الحكم الذاتي اللي صوّت عليها مجلس الأمن واللي تبناتها الأمم المتحدة واللي في الإطار تاعها غاديين المفاوضات. ماشي هذا هو فقط بيت القصيد. اليوم السيد عمر هلال المسؤول المغربي في الأمم المتحدة فلمح بواحد الشكل كبير أن المغرب يسعى حالًا لإخراج هذه القضية تاع الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة ومن الأمم المتحدة. دونك كما قال اليوم في الحوار تاعو، قال لهم هذه آخر فرصة اللي يدخل ويندمج في إطار الحكم الذاتي ويرجع لبلادو، رغم أن البوليساريو والجزائر فهما باقي تيماطلوا، تيحاولوا يلعبوا على الوقت باش تنتهي هذه الإدارة الأمريكية واللي على راسها ترامب ينتهيو ويخرجوا سالي سالي، ولا تيتسناو الحرب تاع إيران طول، المهم تيلعبوا على عامل الوقت. علاش؟ باش يبقى هذا الملف عالق، ولكن في الجهة الأخرى المغرب تيلعب حتى هو كذلك على عامل الوقت وتيحاول يحسم هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، لأن هذا المشكل تاع الصحراء المغربية في 50 سنة فهو استنزف غادي نقولوا بزاف النظام الجزائري، حيت هو اللي كان تيخسر الفلوس وتيشري الولاءات للبوليساريو. وكي تنشوفوا اليوم بحكم أن الجزائر تتعيش واحد الأزمة اقتصادية وهذه حاجة عادية أنه بلد تعتمد فقط على البترول والغاز، فأكيد أنه غادي تولي عنده واحد الأزمة، لأنه ما كاينش مدخول آخر لا سياحة لا صناعة لا صيد بحري، ما كاينش شي مجال اللي متطوره فيه الجزائر. دونك ملي تتنقص الفلوس بداو تينقصوا الولاءات، وكي شفنا الدول تاع امريكا اللاتينيه كلها هي تخلات على العصابه تاع البوليساريو، تخلاو على ديك الاطروحه الانفصاليه، وكلهم واكبوا المغرب وكلهم دعموا القرار تاع الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. كذلك شفنا بزاف تاع الدول الافريقيه اللي تجاوز العدد تاع 30 اللي اعترفت مغربيه الصحراء، بل بعض الدول مشات ودارت قنصليات في العيون والداخله. وهذه أشياء اللي جيدة الآن مع الزخم اللي تضاف للملف بعد اعتراف فرنسا كذلك بمغربية الصحراء، واللي تعتبر فرنسا واحد كي تنقولوا واحد العامل رئيسي في هذا المشكل، لأنه ضمات أراضي مغربية للمستعمرة تاعها القديمة اللي كانت الجزائر. دات بزاف الأراضي قبل ما تدخل تفرض الحماية على المغرب، فهي خدات بزاف الأراضي، وهذا المشكل كلشي تيعرفوا اللي بقى أنه عالق، من بينها مشكل الصحراء الشرقية، واللي متخوّف منها النظام الجزائري، خاصةً بعد التقارب بين فرنسا والمغرب وعودة العلاقات بيناتهم اللي كانت مقطوعة بعض السنوات. النظام الجزائري ما استغلش هذيك الفرصة مع فرنسا، وفرنسا شافت بلي ما عندهاش مصلحة مع الجزائر ودارت وعاودت رجعات باتجاه المغرب. وهادشي اللي تنشوفو اليوم كاين واحد التخوّف كبير وكبير بزاف من المعاهدات اللي غادي يوقع جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي خلال الزيارة تاعته المقبلة. دونك هنا كاين مشكل وكاين تخوّف كبير خاصة من الجزائر في الملف تاع الصحراء الشرقية، لأنه كي تيهضروا بزاف تاع الخبراء اللي أحسن منا وأدرى منا أن مشكل الصحراء المغربية رسالة، وأن 100% جبهة البوليساريو ما غاديش تنخرط في هذا الحكم الذاتي. يعني المغرب غادي يسحب الملف من الأمم المتحدة، الأراضي تاعته راهو فيها المشكل غادي يخرج من الأمم المتحدة، وشكون اللي غادي يطريط؟ غادي تريط الجزائر، أنه هي اللي غادي تبقى تتصرف على هادوك الناس اللي جوج الثلثين تاعهم ماشي مغاربة. وهذا الشيء بشهادة جزائريين معارضين اللي تيقولوا أن العدد المغاربة قلال تما، والمغرب تا هو فارض بأنه اللي بيدخل المغرب خصو يكون في الإحصاء تاع 76، اللي ما كاينش في هذوك الإحصاء راه ما يمكنش يدخل المغرب. وبهذا اللي موريتاني خصو يرجع لبلادو، اللي جزائري يرجع لبلادو، اللي مالي يرجع لبلادو، اللي من الأزواج يرجع لبلادو، لأنهم هما تما داروا واحد الخليط باش يبينوا بلي راه العدد كبير وكذلك كاين المشكل الآخر تاع المساعدات اللي ما بقاتش تجي من الاتحاد الأوروبي، لأنه الاتحاد الأوروبي دابا كلها بغات توجه تيساند المغرب في قرار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. يعني كاع الأمريكان كذلك، يعني كاع الدول اللي كانت تصيفط مساعدات لهذوك المخيمات ما بقاتش. هاد المساعدات اللي تغناو منها جنرالات تاع الجزائر وتغناو منها مسؤولين تاع مرتزقة البوليساريو. دونك هاد الشيء ما بقاش. الجزائر اليوم تتعيش حتى هي أزمة كي كاع الدول العالم تعيشوا أزمة اقتصادية، يعني ما يمكنش تبقى تشري في الولاءات والدعم للبوليساريو. شفنا البارح التغيُّر تاع اللهجة تاع وزير الخارجية تاع الجزائر حمد عطاف، اللي ما بقاش تيقول الجمهورية الإسلامية الصحراوية، ولا تيقول لك تفاوض مع جبهة البوليساريو، رغم أنه مرّر بزاف د المغالطات. تيحاول يخرّج راسو، قال لك المفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، وهذا كذب، لأن المفاوضات كاينة بين المغرب والبوليساريو ومن يدعمها الجزائر وكذلك موريتانيا.
اللي باقية في الرمادي، ما مشات للأبيض، ما مشات للكحل، ما علّنات أنها مع المغرب، ما علّنات أنها مع الجزائر، وهذا دليل على أن كاع بعض الدول باقي تتلعب على الأطراف، باقي تتلعب على الحبال، وهذا مشكل كبير، خاصةً أن خص المغرب في العلاقة تاعو لا مع موريتانيا لا مع أي دولة ما يكونش هذاك اللين. صافي كاين قرار تاع مجلس الأمن، كاين قرار تاع الأمم المتحدة أن الصحراء مغربية، والبوليساريو إلا بغي يحلوا المشكل خصهم يدخلوا في إطار الحكم الذاتي. وعلى ما تيبان ليا الإخوان من بعد الرسالة اليوم تاع عمر هلال في الأمم المتحدة، راه اون فوا غادي يخرج الملف من اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، فحتى هذا الخيار تاع الحكم الذاتي فما غاديش يبقى. ف ف مستحيل يبقى، لأنهم هُما تيلعبوا على عامل الوقت، وتيحاولوا يماطلوا باش يربحوا الوقت، ريثما تسالي هاد الولاية تاع ترامب. والمغرب كذلك تيلعب على الوقت وتيسارع أنه يحسم هذا الملف قبل ما يسالي هذا العام هذا، وفي الغالب قبل ما يسالي هذا العام غادي تكون النتيجة أنه سال هذا المشكل، الملف خرج من اللجنة الرابعة تاع الأمم المتحدة اللي تيقولوا لها هما تصفية الاستعمار، والمشكل سالا، واللي دا الصحرا راه داها، واللي دا الجماعة راه داها. وهذا هو اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم، السلام عليكم.